ياه هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بيون في لحظة خاصة بتحاول تسيطر فيها عليه. سيد هان بقالنا سنتين ما تقابلناش، بس لسه جميل ومميز. وبتقرب بهمسه وبتقول وحشتني. في اللحظة دي بيتاخد وبيضمها بقوة بين ايديه. وانتي كمان وحشتيني. ليه رجعتي؟ وليه عايزة تقابليني؟ بتلف ايديها بجراءة لاني محتاجالك، انت مش محتاج لي. بيتوه في قربها وبيديها فراشها، وبتنهيدة بيقول راجع المرة دي علشان تخلصي عليا، مش كده؟ بتسرح يون في ذكرياتها من 12 سنة. بتقول وقتها الأم برعب يون خليكي قوية واحمي نفسك دايما حتى لو غبت أنا وأبوكي. وبتجري بعد ما دارتها. بيمر لحظات وبتسمع يون أصوات غريبة. بتخرج بتتفاجئ بأهلها اللي فرقوا الحياة، ووسط دموعها بتشوفه لأول مرة. بتمر السنين وفي دار الأيتام بيوصل هان كممول رئيسي للمكان. بتلمح عيونه وبتجري عليه. سيد هان. بتقول وقتها المربية بابتسامة دي يون، بنت شاطرة ومجتهدة، كانت بس عايزة لو تسمح لها تكمل دراستها. بيقرب بهدوء فبتتوتر إنها تتكشف إنها نفس البنت اللي خلص على عيلتها. سيد هان أنا عايزاك تكون الراعي الخاص بيا، أنا بحب أعزف البيانو ومحتاجة مساعدتك. بس ما فيش رد. أوعدك إني هتخرج وأسدد لك كل فلوسك. بابتسامة هادية بيقول اعتبري نفسك هتبدأي من النهاردة. هو بابتسامة حب وامتنان وراها نظرة الحقد المدارية من سنين. كنت فاكر إني فارقت الحياة، مش عارف إن الطفل اللي دمرت حياته وعيلته رجع لك من تاني. فتعالوا بينا فراشاتي الغاليين ناخد لنا جرعة من الفيتامين المتين. بس قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. وفي أول حفلة ليهم سوا بيبدأ المزاد بعقد خاص ومميز. بيلاحظ هان إنه ملفت بالنسبة لها. 10 مليون. بيحاول واحد من الموجودين يعلي عليه. استنى، إياك، ده هان ما ينفعش حد ينافسه على حاجة عجبته. هو بيشاور المساعدة اللي بتقرب العقد. بقرب لطيف بيلبسه. شكرا يا عمي. يا عمي وعمك وعمنا كلنا. بيمر الوقت وبتقرب المربية تسألها عن معاملة السيد هان ليها. بتفتكر ازاي كان بيعاملها بحب كأنها بنته، وكل طلباتها مجابة. وعند هان بيسأل واحد من الموجودين عن علاقته بيون، وواضح إنها علاقة حب. ولا أنا فهمت غلط؟ بيسرح في جمالها وبيتوه. أنت فعلا فهمت غلط. في اللحظة دي بتتفاجئ يون إن ملامحه اتبدلت. بتدرك وقتها إنهم اتحاصروا، ورغم خطورة الموقف كان كل غرضه إنه يحميها هي وبس. غزالة هربانة يا ولاد، شرس. وفي العربية بتفكر يون إزاي تستغل الفرصة وتخلص عليه. فبتقرر تقفل الباب علشان ما تسمحلوش بالهروب. بتتفاجئ إنه يكسر الباب ولا يبالي. بتخاف يلاحظ إنها مش خايفة عليه. عمي أنت كويس؟ بتلاحظ إنه مصاب. ليه فضلتي؟ أنا أنا كنت خايفة عليك. بعد كده نفسك أهم من أي حاجة، نفسك وبس. وفي القصر بيحاول يعقم جرحه وبتقرب علشان تساعده. خليني أعقمه. لا، ما فيش داعي. عمي ما تقلقش، أنا واخدة كورس إسعافات أولية في المدرسة. بيسرح في ملامحها البريئة. بتلاحظ وقتها آثار جروح قديمة. لسه بتألمك؟ بيخاف يتهور ونتعور. بتتوتر من نظراته اللي اتغيرت وبقت جريئة. أنا هروح أشوف مين بينادي. بيمر الوقت وبتلاحظ إنه نام وهو بيدخن. بتقرب من السيجار بيصحى. أنا كنت فاكرة إنك نايم. أنا قدمتلك في معهد الموسيقى، جهزي نفسك علشان تمشي. بتنسى انتقامها وبيسيطر قلبها. بس أنا مش عايزة أسيبك، أنت عمي. يون أنا مش عمك ولا أبوكي، وانتي خلاص بقيتي 20 سنة، وده غلط على سمعتك. أنا خايف عليكي. بتضم بدموع. بس أنا مش عايزة أسيبك وأمشي. في اللحظة دي بيوصل الأخ الأصغر الصايع الفاشل. شكلي كده جيت في وقت مش مناسب. بتتكسف يون. طب استأذن أنا. شون تعالى. الشخص اللي عايز يأذيك عرفت هو مين. بيشاور له هان علشان يسكت. تعالى معايا. وبره البلد بنشوف واحد من رجال جيانج العدو الأول لهان. ما قدرناش نخلص عليه، هرب. وعند هان بيقول أخوه باستغراب طب بما إن جيانج مش ناوي يسيبك هتعمل إيه في اللي معاك؟ هبعدها مهما كان التمن. مش حابب أكرر اللي حصل في الماضي. هو بيفتكر ذكرياته وفي ليلة الحادثة بيقول وقتها أبو يوم بدموع
أرجوك احمي بنتي ومراتي، أنا ما أذيتش حد. في اللحظة دي بتدخل رجال جيانج وبتخلص عليهم. بيتوتر إيهان وبيقلب الصورة اللي تأكد وجود الطفلة. انت ليه عملت كده؟ الريس طلب إن يخلص على كل أفراد عيلة ليه. بنفهم وقتها إن إيهان كان مجرد واحد من رجال جيانج وخرج عن طوعه. وفي نص الليل بتتعمد يون تلفت انتباهه وتشده أكتر وأكتر، فبتمثل إنها بتكوبس. ما تسيبنيش، أنا محتاجالك. اطمني، أنا هنا، ده مجرد كابوس. ارجعي نامي. لا ما تسيبنيش، أنا خايفة. أنا كنت بحلم إن في حد عايز يخلص عليا، بس أنت ما كنتش معايا ولا بتساعدني. طب ارتاحي بس. وبيقرب إيديه بحب. أنا هنا وهفضل هنا. بتضم إيديه بتوتر، بيخاف يضعف وبيمشي. تاني يوم بتقرب علشان تتكلم بتتفاجئ ببروده. ده تقرير المدرسة الجديدة. أيوة بس أنا رفضت. وأنا موافق، وكلامي هو اللي هيمشي. ربنا على الظالم. بيجي الليل وفي مالها بتحاول تهون على نفسها الخطط الفاشلة. بتقابل صاحبها اللي بيسألها لو كانت كويسة. اطمن، العجوز اللي أنا عايشة معاه لطيف وبيعملني كويس. نهار اسود. عجوز من الصدمة بتشرب أقوى مشروب في المكان. أشوفك وقت تاني. استني، بتعملي ايه هنا؟ ومن امتى وانتي بتشربي؟ ومين ده كمان؟ ده صاحبي. بيسحبها من ايديها وتحت سيطرة المطر. سيب ايدي. من امتى وانتي كده؟ من دلوقتي، انا خلاص كبرت. وكانت هتمشي بيمنعها، بتتجمد قصاد عينيه وبتديله فراشة جريئة. بيبعدها. انتي بتعملي ايه؟ انا انا بحبك. وكانت هتقرب تاني بيمنعها وبيمشي. تقيل، وشكلنا كده هنتعب معاه. بيجي الليل وبيسرح هان في تفاصيلها البريئة وبيفتكر المرة الأولى ليهم. كان بيراقبها من بعيد. أنا ماما وبابا وحشوني، أنا عايزة أروح لهم. أنا حاسة بيكي، أنا برضه زيك، بس عارفة أنا بعمل كل حاجة تحسسهم بالفخر، زي إني آكل كويس وأذاكر وأكون مجتهدة. تاني يوم بيجيله تقرير مفصل عن صاحبها اللي شغال في الملهى، ووسط الكلام بتنزل يونا وتتعمد تتجاهله وتكلم الكل إلا هو. أنا هخرج أفطر برا مع أصحابي. بيوصل وقتها لحارس السيد هان في ضيف. بيتفاجئ إنه البورس. أنا جايب الورد ده علشانك. شكرا جدا، لطيف. ممكن ترتبيهم في أوضتي؟ بيحس هان إنه هيطق. أنا بكره الورد، وأنا قلت إنه هيكون في أوضتي. يا حارس، ممنوع حد يدخل البيت من غير إذني. بتقرب من صاحبها بلطف مصطنع. خلاص بعد كده كلمني وأنا أخرج لك، خلينا نمشي. كيادة. بيجي الليل وبيرجع هان سكران على حارس. سيبني لوحدي. بتلاحظ يون ده وبتقول لنفسها الفرصة جات لحد عندي. وبتقرب ايديها بهدوء، بتتفاجئ انها اتحصرت وكان هيخلص عليها. انا يون، انا اسف، ألمتك. بتديله فراشة علشان تثبت له انها حابة قربه. ووقع الاسد واللهم لا حسد. وكان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات، بس فجأة بيمنع رغبته. لا ما ينفعش اللي بيحصل ده غلط. انتي لسه صغيرة والعمر قصادك، ليه تكملي مع واحد زيي؟ علشان نصحى. انتي عارفة انا مين؟ عارفة حياتي ازاي؟ انا في خطر كل يوم، كل يوم محاولة للتخلص مني. هان، انا مش هستسلم في حبك. استني، من الليلة دي اياكي تناديني غير عمي. تاني يوم بتتفاجئ إنها محاصرة، وعند هان بيوصلوا الخبر. هو من مواصفات الشخص بيتأكد هان إنه تشو صاحب الحادثة القديمة. وعند تشو بيقول بغرور يعني أسيبك وأدخل السجن أرجع ألاقي الحب مولع في الذرة. والسيد هان عايش حياته مع القمر وبيأمر الحراس. أنا عايز كاميرا نصور فيلم رومانسي كده للسيد هان كهدية. في اللحظة دي بيوصل لهم الولا وبيديهم على بوزهم. بيقرب منها فبتنهار. انت ليه اتأخرت؟ انا كنت خايفة. انا هنا، اطمني، استنيني في العربية. طيب وانت؟ خليكي مطيعة. بيقول وقتها تشو اللي يشوفك وانت حنين كده ما يشوفش زمان لما رميت الطفلة وسبتها تفارق الحياة. بيتجاهل كلامه. قربت منها بإنهي ايد. الاتنين وحياتك اصلها مميزة وتستاهل المغامرة. فبيديله على بوزه. بينزل وقتها هان وبيطمنها. أنا هنا. في اللحظة دي بتوصل الشرطة وبيفتكر هان ذكرياته إنه أنقذ الطفلة بس كانت فاقدة الوعي.
وبتستغرب يون وقتها الشرطي اللي فاكرة كل السنين دي إنه منقذها. من اللحظة دي انتي اسمك وكل حاجة مختلفة. علشان تقدري تكملي حياتك بنت عيلة ليه من اللحظة دي فرقت الحياة. وفي البيت بيقعد قصادها بيداوي جرحها. بتسأله باستغراب مين ده؟ وليه كان ناوي يأذيني؟ وعلشان ايه؟ الشرطة هتعرف وبلغك. وعند الشرطي بيقول لهام بسرية شو فاق وقال انك كنت ناوي تخلص عليه. بيقول وقتها هام بخوف مش ده المهم بالنسبة لي، أنا عايزة أطمن إن هوية يون الحقيقية مش معروفة بالنسبة له، وإن محاصرتها كانت مجرد صدفة مش لأنها بنت عيلة ليه. أنا عارف إني كنت لعنة على كل اللي قربت منهم، بس أنا مش هقبل إني أخسر تاني. وعندي يوم بيلاحظ إنها بتكوبس بيقرب علشان يطمنها. أنا خايفة اللي حصل يتكرر تاني. بيفتكر هان ذكرياته بسبب انشغاله مع عصابة جيانج بعيد عن أمه اللي اتفاجئ إنها فرقت الحياة في لمح البصر، ومن وقتها هو وحيد. ورغم وجعه بيحاول يخفف عنها. إحنا ما ينفعش نوقف عند نقطة معينة ونقول إنها النهاية. الحياة محطات وأكيد كل ده هيعدي. بتبعد عينيها علشان ما تحسش بضعفه. أنت لسه حزين على أمك؟ أنا مش حزين، أنا ندمان إني ما قدرتش أحافظ عليها. هو بيضمها لقلبه وأنا مش هسمح لنفسي إني أندم تاني. بتضمه هي كمان وبتقول لنفسها بنبرة غيظ وأنا مش هسمح لنفسي أعيش العمر بنار الانتقام. لازم أخد حقي. بيمر الوقت وبنكتشف إن المساعدة اتصابت في حادثة يون، وده كان سبب إنها تدخل في غيبوبة طويلة. بيحس وقتها هان بالعجز، أنا السبب. وعندي يوم بتبدأ تعزف علشان تهون وتحسسه بقربها، وبحنية بتقول أنا عايزة أكون جنبك للأبد. والأول مرة بهدوء بيجاوبها أنت عارفة إن وجودك معايا خطر، ده غير فرق السن اللي بينا. أنا هقدر أساعدك تسافري تتعرفي على ناس جديدة وتلاقي الحب اللي يستاهل قلبك. طيب ولو لقيت واكتشفت إني بحبك وقتها هيبقى لنا كلام تاني. بتحاول تأثر عليه وإيه الفرق بين دلوقتي وبعدين؟ افرض أنا بعدت وبعدها جات بنت وأخدتك مني بصوت رجولي، يبقى ما تعرفيش أنا مين. وإيه يثبت لي الكلام وحده مش كفاية؟ وأنا المفروض أعمل إيه؟ تتجوزني قبل ما أسافر. أيوة بس معاك ليلة تفكر، ولو رفضت أنا مش هروح في حتة. آمين وهاخد فراشة. بيمر الوقت وبيسرح هام في كلامها وعندي يوم بتقول بمكر أنت فاكر إني عايزة أتجوزك علشان عيونك؟ أنا عايزة نص أملاكك يا بنت الغدارة. وعند جيهانج بيسأل بمكر يا ترى هان بلغ عني؟ لا يا ريس. بيضحك باستهزاء لا طلع ذكي، عارف إن اللي بيغدر بيا بزعله في أعز ما يملك. تاني يوم بيقف هان قصاد المراية وهو واخد قراره. وعندي يوم بتلبس فستان خاص وبيتقابلوا سوا. ايه ده على فين لابس ومتشيك؟ ابدا بيقولوا الليلة فرحي. وانا كمان المفروض اتجوز. وبيتمموا الجواز ودي زيادة تأكيد. بيسرح فيها وانه ازاي وصل معاها للحظة دي، وبيخرج الخاتم اللي بيعبر عن علاقتهم سوا. اتمنى لك زواج سعيد سيدة هان. بس بنتنا في التعبير مختلفة، وعلى أنغام الحب بيرقصوا سوا. بس السعادة ما بتكتملش في اللحظة اللي بتوصل فيها عربية بتقف مصدومة. أنا ما كنتش عارفة إن ده ممكن يحصل. دلوقتي بصوته الضعيف بيطلب من المساعد احمي يون، يون أمانة. وبيفقد الوعي. وفي المستشفى بتخرج الدكتورة بتقرب يون بخوف عكس كل مخططاتها من سنين. هو كويس، اطمني الحالة مش خطيرة مجرد كسور والدنيا اتلمت شوية وهيفوق. بتمر لحظات وقصاد السرير بتقف في صراع بين قلبها وعقلها. دلوقتي لو شلت الإبرة حياتك هتنتهي من غير صوت. بتقرب وإيديها مهزوزة بس قلبها سيطر وأعلن استسلامه. يون كان فاكر إنها خايفة عليه. أنا كويس، أنا آسف إني عرضتك للخطر. بدموع بتقول أنا اللي أسفة، أنت كل مرة بتحميني. بيحاول يهون عليها أنتي بس اللي محظوظة في كل مرة. بتتوتر طب أنا هنادي للدكتورة. بيقول لنفسه بحزن كل ده علشاني، يعني أنا في قلبك يا ضنايا يا ولدي وأنت مش شامم ريحة الخازوق. بيجي الليل وبيقول الأخ الأصغر أنت عارف إن وجود حد عزيز عليك قريب منك بيعرضه للخطر. ليه قبلت تتجوزها؟ لأنها يون بنت عيلة ليه.
بيتعصب. انت عارف انها هي ورغم كده قبلت تتجوزها؟ انت اتجننت. بيسرح والدموع في عينيه. انا فعلا اتجننت. في البداية كنت بحاول احقق احلامها علشان ما تحسش في يوم بغياب ابوها، بس انا وقعت في حبها علشان انا ابن 60 كلب. انا ما كانش عندي اختيار تاني. قلبي كان بس عايش شعاع نور واحد يتمسك بيه. تاني يوم بتحضر يوم الفطار. أظن إن الدنيا مش هتطير، نتغدى وبعدين نكمل شغل. بس ابننا كان هيمان وفي عالم موازي. بتحس بشعاع نظراته. كمل انت. مالك انت اتوجعت؟ ثواني هنادي للدكتور. استني، انا عارف علاجي. وكان لسه هينول ما اتمنى. بيوصل الشرطي. انتوا؟ احنا. مراتي. مراتك. بيحاول هاني يداري العلاقة اللي بينهم. حضرتك جاي تحقق في جوازي ولا في الحادثة؟ بتقرا بهدوء، بس واضح إن العلاقة بينك وبين الشرطي مش عادية. بيحاول يداري. كان مسؤول عن قضية أمي وبيقرب من إيديها بحب. أنا عايزك تسافري. أنا واثق إنك لما ترجعي كل حاجة هتكون كويسة. وعلى أنغام الموسيقى بتحاول يون تعلي على صوت قلبها وعلها. يون اعترف إنك وقعتي في حب عدوك. بيمر الوقت وعلى الشموع بتقول يون بحب. الليلة هتكمل 35. انت 35؟ ده احنا راحت علينا نسوان. وكنت حابة يكون يوم مميز قبل ما تسافر. ها، اتمنيت ايه؟ اتمنيت ان كل الاعياد الجاية تكوني جنبي. بتقرب بهدوء وبتلف ايديها. بسأل نفسي لو الليلة كانت الأخيرة بالنسبة لي. كل مرة بتكون نفس الإجابة. إني أكون ملكك وليك وبس. وبتقرب تعبر له عن شغفها المكبوت. وأخيرا أيها السيدات والسادة، كان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات. وفي نص الليل بتفوق يون وهي محضرة كل حاجة. الليلة لازم الحكاية تنتهي. بتحصرها ذكرياته وإزاي كان لطيف معاها وحنون. إزاي كل مرة كان الحامل ليها، بس ذكرى أبوها وأمها بتديها الدافع. بتفتح عينيها وبتتفاجئ بيه. أنا كنت عارف إن الضربة اللي هتخلص عليا مش هتبقى من غريب. أنت كنت عارف من اللحظة اللي شفتك فيها في دار الأيتام، وأنا عارف إنك بنت عيلة لي. طيب وليه أخدتني؟ وليه كنت بتعاملني بالحب ده؟ لأني كنت عايزة أديلك الحياة اللي تستحقيها، لأني بحبك. وإيه يعني الحب؟ حبك مش هيغير حقيقة إنك كنت سبب في إني بقيت يتيمة. بابتسامة مليها الدموع. معاكي حق وأنا استحق. بس يون، مش أنا اللي خلصت عليهم. استنى، أنا كنت هخلص عليك. إيه هيكون عقابي؟ أنا عمري ما هقرب منك. عمري. بيسيبها منهارة، هي مش عارفة ده صح ولا غلط. كل مرة بيأكد لها إنها غلط. بيمر الوقت وممنوع على يون الخروج. وبيقضي هان وقت طويل في المستشفى بيصارع الحياة اللي كان فاكر إنها حياته. وفي ليلة بيرجع للقصر. بتقابل وصوله ببرود وهو بيقابلها بحب. بينزل قصادها. كنت قايل إنك مش السبب في حادثة أبويا. أنا سامعاك، كمل. بنبرة ثقة. أنا مش هقدر أقولك أي حاجة قبل ما جيانج يتقبض عليه، بس صدقيني وقتها هصرحك بكل حاجة. هان، أمي وصتني إنها يوم ما تفارق الحياة أكمل وأعيش سعيدة، وأنا هختار نفسي وحياتي. وبتخلع الخاتم. أنا هبعد عنك. بصدمة تجمد مكانه. تمام. تمام. تاني يوم ومع الشروق بتقف قصاد القصر تودعه، وكأنها بتودع ذكرياتهم. كل ده وهان مراقب بس مش قادر يوقفها. وعند جيانج بيبقى في قمة سعادته من الأخبار. هان اتصاب مكان حبيبة القلب علشان يبقى ماشي ورا النية أبو نية. وعند هان بيعرفوا المساعد إنها سافرت لبريطانيا، ومن هنا تأكد إنه مش هيشوفها تاني. وشريط ذكرياته بيطارده وكأنه حلم بيتلاشى. بيمر الوقت وبنشوف يون وهي في جلسة علاج نفسي. طيب ليه سايب جوايا السؤال؟ ليه سابلي دافع إني أرجع من تاني؟ ليه لسه بفكر فيه؟ وبتقرر تعمل مكالمة تطلب فيها المساعدة. أنا حاولتلك فلوس، عايز أعرف كل الأخبار. بتلاحظ وقتها إن في شخص مراقبها، بتخرج بتتفاجئ إنه اختفى. بس الحقيقة إنه ما اختفاش، كان ضلها الدايم اللي ما كانتش قادرة تشوفه. بتمر سنة وبنشوفها بعد ما وصلت لأحلامها وبقت عازفة مشهورة وليها جمهور، واللي من ضمنهم هان. وفي الأوضة الخاصة بتتفاجئ بالمدربة اللي بتقول بحب: انتي كنتي رائعة وأبهرتي الكل. واللي من ضمنهم السيد مينج مدير شركة الإنتاج.
وحابب إنكم تتكلموا وتوصلوا لاتفاق. سيد مينج، شركتك حلم أي عازف، وأنا أكيد مبسوطة بالعرض، بس ليه اخترتني؟ لأنك الأفضل، ولو حابة أي شروط أنا تحت أمرك. بثقة بتطلب منه إن الألبوم يبقى صوته بس، وما يهتمش بالشكل أو محاولة لفت النظر، وأنا موافق. تاني يوم بيوصل لهان الخبر، الشركة مضت العقد خلاص، وده الألبوم الأول ليها. وعندي يوم بيطلب منها المدير تحضر حفل خيري خاص بذكرى أمه، وعند هان بيسرح في السما. تفتكر هتيجي؟ ده آخر أمل ليا. وفي الحفلة بتعزف وعيون الكل عليها، وأولهم هان اللي ده في تفاصيلها. بيلاحظ المساعد إنه نسي المفروض يعمل إيه، وبيقرر يتصرف. السيد هان معجب وطالب تتعشوا سوا. بيتفاجئ برد فعلها الغير متوقع. بلغ السيد هان إني معجبة من زمان، وده رقم أوضتي لو حابب نقضي الليلة سوا. هي سهلة كده؟ بيلاحظ المدير تصرفها. انتي بتعملي ايه؟ ده ما ينفعش معاه الكلام بالاسلوب ده، لازم تعتذري. السيد هان، الآنسة يوم ما قصدتش. بيتجاهل كلامه وبيركز على قربهم. بتخاف من نظراته وبتبعد. ايوه كده مسيطر، تشربيتي. انتي فاكرة ان تصرفاتك مضحكة؟ بتلف ايديها بمكر. ما تقابلناش من سنتين ولسه زي ما انت، جميل وملفت. فبياخدها يربيها على الوقت اللي راح بدل ضايع. وبين زقاق العربية بيقرب. ليه رجعتي؟ بتقرب بهمس. لأنك وحشتني، وأنا ما وحشتكش. ويا ريتها ما نطقت، لأنها كانت آخر مرة هتعرف تتكلم. ليه رجعتي؟ علشان تخلصي عليا؟ انت عارف الفكرة دي أنا سبتها من زمان. أنا راجعة علشان أتطلق. بيحاصرها بتملك. لا، انت تخلصي عليا أهون. بتتعمد تستفزه. مش حابب نتطلق ليه؟ لا حابب، بس لما تخلصي عليا قبلها. بتزقه ببرود. أنا كلمت المحامي، حقيقي ليلتك ما تساويش أكتر من 20 جنيه. سلام. يا كسفتك يا عبد الصمد. تاني يوم بيتفاجئ بالمحامي. سيد هان، ده زي بيتك، ارتاح. لا، واضح إنه زي بيتي وحضرتك فارد أشيائك ومرحرح. سيد هان، من فضلك أنا محامي محترم. محامي. طب عندك طريقة أمنع بيها الطلاق؟ والله علميا مفيش، لكن عمليا فثروتك اللي هي ما شاء الله بعدد شعر راسي تاخد لها سنتين لحد ما نحسم الأمر ونتطلق. بتوصل يون ومعاها المتر، لا هو متر فعلا، واللي بيبدأ يتكلم بصفته محامي دفاع. موكلاتي الآنسة يون عايزة الطلاق بشكل ودي، وده لأن العلاقة بينكم خربانة. بيقول وقتها محامي هان، وليه الاستعجال؟ احنا ممكن نتكلم بشكل ودي، بس أنا مش هطلق. أنا عارف إني جيت عليكي وإني استغليتك واتجوزتك علشان أخليكي جنبي، بس أنا حبيتك. أنت نيلت كل ده؟ ببرود بتقول، بس أنا ما اتجوزتكش بدافع الحب، واللي بينا لازم ينتهي. بحزن بيقول، بس انتي قلتي إنك حبيتيني. كان كلام عيال. بيقول وقتها، طيب خدي كل أملاكي بس ابقي. بيتفاجئ، أنا موافقة. يا بنت الغدارة، من الليلة هبقى في بيتك لحد ما أنقل كل الأملاك لاسمي. وفي الأوضة الخاصة بيهم بتتأمل تفاصيلها اللي غابت عنها من سنتين، وبتقول لنفسها لو أبويا كان صاحب هان وجيانج. طيب إيه خلاهم خلصوا على أبويا؟ أكيد هان كان الطرف التالت. وعند هان بيكلم الشرطي، يون رجعت وأنا خايف عليها. بيقول وقتها الشرطي بحذر، جيانج مش هيسكت وأكيد هيفتش وراها. وعند جيانج بيجن جنونه، الحشرة دي لسه عايشة. بقى حتة عيل زي هان قدر يحميها مني. قولي، عرفتي هي مين؟ بنت يتيمة اتبناها هان ورباها في قصره. في العلن فهي عازفة مشهورة، ورجعت للبلد علشان تطلق من هان بمساعدة صاحبها اللي كان دايما بينقل لها الأخبار عنك. بيفتكر ذكرياته من 12 سنة، في اللحظة اللي بيوصل فيها جيانج في وجود هان وأبويون. عملت إيه؟ لسه الحسابات محتاجة شوية وقت. يبقى خلص عليك. وقت. أنا ما عنديش كحلي، يا أبيض يا أسود. خلص المطلوب منك لو خايف على نفسك. يون، يا ترى انت مين؟ وبيأمر المساعد، عينك عليها ما تغفلش عن أي حركة منها. بيجي الليل وبتوصل يون لأوضة المكتب، بتلاحظ وجود هان. بتتوتر. أنا هنا علشان آخد كتاب، مش عارفة أنام. أكيد، اتفضلي. هو بيقعد يراقبها بمكر. انت كنت فاتح مكتب حسابات؟ وكنت مشارك ابوكي.
طيب إيه وصّل جيانج إنه يخلّص عليه؟ بيشدّها لحضنه. ما عنديش إجابة، أو أقول لِك جرّبي تستخدمي حيلة جديدة، يمكن أتنازل وأجاوب. وكان لسه هياخد فراشة بتبعد، بنت الغدارة. تاني يوم بتروح لبيتها القديم وفي زحمة الذكريات بتنسى هي هنا ليه. بتلاحظ رجالة جيانج، إحنا لازم نلاقي الفلاشة مهما كان التمن. بتستغرب فلاشة إيه؟ وليه بيدوروا في بيتها؟ وقصاد شجرة بتفتكر ذكريات ميلادها. إحنا هنخلي دي هنا، ولما تكبري وتبقي الطول ده تقدري تشوفي كنزك بنفسك. بتقرب والخوف مالي قلبها. بتتفاجئ برسالة أبوها: يون، أنا عارف إنك لما تقرأي الرسالة دي أنا مش هبقى موجود. أنا عايزك تهتمي بأمك. أبوكي غلط مع ناس كبيرة والعقاب هيبقى حياته. ساعديني وسلمي الفلاشة للشرطة، وبعدها عيشي الحياة اللي تتمنيها. فبتقرر تكلمه: أنا مستنياك في بيتي القديم. بيوصل وهناك بيقول بخوف: وجودك هنا خطر على حياتك. أنا ما بخافش، كل اللي عايزاه إجابة واحدة: أنت ليه وشين؟ ليه كنت دراع جيانج وفي نفس الوقت بتحميني؟ ليه دايما بتحاول تدافع وتحمي كل اللي حواليك؟ وإزاي كنت عارف إن بنتي ليه؟ ده سر ما يعرفوش غير الشرطي، إلا بقى لو أنت شرطي متخفي. بيقاطع كلامها صوته: انتي فعلا ذكية وقربتي جدا من الحقيقة. وبنرجع فلاش باك في الوقت اللي سلم فيه ليه الفلاشة لجيانج. كل فلوسك يا ريس اتحولت برا البلد، ودي المستندات اللي ادينك. انت فعلا مطيع، بس انا سمعت انك بتحتفظ دايما بنسخة من كل حاجة، مش كده يا هان؟ بيتوتر ليه؟ سيد جيانج انا صادق، وانا ليه هعمل كده؟ اهدى، انا بهزر معاك، خليك كول. وعندي المساعد بيقول بمكر: نفذ الليلة. وعندي ليه بيشكر هان: انت طول السنين دي كنت بتحميني رغم انك عارف بمصايبي. طيب وايه خطتك الجاية؟ هاخد عيلتي واهرب. وبيقرب من ايديه وبيترجاه: انا عارف ان جيانج مش هيرحمني، بس ارجوك بنتي ومراتي امانة، ملهمش ذنب. بيتمالك وقتها هان: سيد لي، انا اسف، اللي يقدر ينقذك هي الشرطة وبس. بيفوق الشرطي من ذكرياته: اليوم ده هان فعلا كان في بيتك، بس مش علشان يخلص عليكم، كان علشان يحميكم. للحظة وصول الشرطة بس رجالة جيانج ما سمتش. كل اللي قدر يعمله وقتها انه ينقذك. بتنهار يعني انا كل السنين دي بربي لك الحقد وانت بتديني الحب. في اللحظة دي بيوصل هان بدموع بتركز في عينيه: انت دايما كنت بطلي الخفي اللي عايشني في النور، واختار الضلمة علشاني. انا اسفة. بصوت دافي: دي غلطتي، سبتك في حيرة وما قدرتش اصارحك بالحقيقة، بس انا بقى ليا عندك حق عرب، ومحتاج مساعدتك علشان نقبض على جيانج. تاني يوم بتسأله بحزن: يا ترى قضيت السنتين في غياب ازاي؟ بس ما كانش في غياب. في كل جلسة نفسية، في كل حفلة، أنا كنت موجود. أنا هنا وهفضل هنا، حتى لو مراتي سابتني وحيد بائس، بس أنا ما بتهزش وراها. أنت مكار، يمكن لأني عجوز. أنت حبيبي. تاني يوم بتبتدي المهمة وفي مالها بتقول يون بحب: أحضر لك مشروب لحد ما تخلص مقابلتك مع الشرطي. بس خطواته ما كملتش وكان في الأرض. وفي القصر بيقول المساعد بحزن: أنا آسف، ده كان إهمال مني. في اللحظة دي بيوصل جيانج: مرات ابني، أنا قلت لازم أكون أول واحد يواسي. أنت مين؟ في اللحظة دي بيوصل هان: أهلا بالسيد جيانج، أنت لسه عايش؟ وبنفهم إن كل ده كانت خطة علشان يقع في الفخ، وقبل ما يحاول الهرب بيتفاجئ بالفشل. وحشتني. بيضحك باستهزاء على غبائه: يعني انت عملت كل ده علشان تحاصرني، وفاكر انك لما تتفق مع ابو قصة ده هتتغلب عليا؟ ما تنساش انا ابقى مين. في اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتتغير نبرة هان: سيد جيانج، انت مطلوب القبض عليك. انت شرطي؟ وقبل ما يستوعب اللي بيحصل بيتاخد. بيمر الوقت وتحت شجرة مميزة بتقف يون: انا اسفة اني ما قدرتش ازوركم كل السنين دي، بس لاني كنت بحاول اخفي هويتي. بس دلوقتي حقكم رجع، وانا هبقى ماما. ده غير اني حققت حلمي وبقيت عازفة مشهورة. انا مش عارفة المستقبل مخبي ايه، بس الاكيد اني لقيت الشخص اللي اخد بايدي لنور. بتمر السنين وبنشوفهم تحت شجرة البيت القديم. بنتي شطورة، الشجرة دي زرعها الجد الماما. طيب وانا فين شجرتي؟
ما احنا هنا علشان نكمل المسيرة. طيب ايه، مش هتوريني رسالة؟ ماما لو سمحتي، ده سر كل واحد فينا يحتفظ بأسراره. وبعد المزيد والمزيد من نظرات الامتنان، تعالوا أنا حفرت الحفرة. وفي النهاية حاول تبعد شوية عن الصورة، أكيد هتشوفها أوضح. حكمك عليها وانت فيها في الغالب بيكون غلط. وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.